من الرياض جميل الذيابي رئيس التحرير المساعد لصحيفة الحياة. جميل، أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. يقال بأن قمة الرياض اليوم صارت أو حدثت أو تحولت إلى قمة تأسيسية في عمل التعاون الخليجي أو مجلس التعاون الخليجي، كيف ذلك؟ طبعا بالتأكيد أنا أعتقد أنه من خلال دعوة خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الافتتاحية للقمة أمس بتبني دول المجلس الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد هو بمثابة إعادة معادلات توازنات المنطقة. الشيء الآخر هو هذا المجلس له أكثر من 3 عقود خرج ببعض الأمور التي من شأنها أن تبني الهوية الخليجية، وأيضا تجعل هناك الاتجاه نحو الكونفدرالية تساعد شعوب الخليج أيضا في مواجهة تحديات المستقبل خصوصا للأجيال المقبلة. هناك أيضا اليوم مثل ما سمعنا في البيان الختامي عندما تلاه الزياني بأن هناك أيضا قادة دول المجلس ركزوا أيضا على موضوع المواطنة، موضوع المساواة بين المواطنين والمواطنات، أيضا الحقوق وتطلعات الشعوب، وهذا ما نتمنى بأن يكون أيضا خصوصا في موضوع الانتقال إلى مرحلة الكونفدرالية أو الاتحاد الخليجي، بأن يكون هناك أيضا استطلاع للشعوب، لرغبات الشعوب، طموحاتها، تطلعاتها في مستقبلها. هذا أعتقد أنه أيضا يهم دول المنطقة. اليوم مجلس التعاون الخليجي شئنا أم أبينا هو أفضل تكتل إقليمي على مستوى المنطقة، وأيضا يحاكي تحالفات أو اتحادات موجودة عالمية. دول مجلس التعاون خصوصا القادة في هذه القمة ركزوا على كثير من الأشياء التي من شأنها أن تحصن المجتمع الخليجي، لكن يتبقى بأن فعلا أن يتم التركيز على الداخل بالدرجة الأولى، يحصن المجتمع من داخله، ومن ثم ينتقل إلى ما يسمى عملية التكامل والاندماج في المؤسسات المدنية والمؤسسات أيضا الحكومية على مستوى مجلس التعاون ولاحقا اتحاد الخليج. طيب، ولكن إلى أي مستوى سيصل هذا الاتحاد؟ هل هو سيكون بمثابة اتحاد مماثل للاتحاد الأوروبي؟ هل سيكون كونفدرالية؟ ما نوع الاتحاد الذي نتحدث عنه؟ أنا أعتقد أنه من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين بأنه الانتقال إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، أنا أعتقد أنه على شكل كونفدرالية، والكونفدرالية تبقى سيادة الدول للدول، ويبقى موضوع التكامل في المؤسسات الرسمية والحكومية والسياسية والأمنية والاجتماعية هو التكامل الذي يمثل شعوب وأهل الخليج. اليوم مثل ما ذكرت في البداية بأن معادلات توازنات القوى في المنطقة تتغير، هناك أيضا مطامع وطموحات لدول أخرى، هناك تغيرات أيضا ما بعد مشهد في مشهد الربيع العربي، هناك صحوة شعبية على المستوى ليس على المستوى العربي وإنما على المستوى العالمي بالنسبة للحقوق والتطلعات. أعتقد أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعوة إلى الاتحاد والترحيب به من خلال القادة وتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح ينتقلون إلى جزئية سريعة، وما يتمناه أعتقد الشعوب أيضا غير استطلاع آرائها والمشاركة في مثل هذه الأمور. أعتقد أنه التسريع نحو التكامل وبناء الاتحاد الخليجي نحو كونفدرالية تصبح تكاملية لا تفاضلية بين دول مجلس التعاون الخليجي. جميل الذيابي رئيس التحرير المساعد لصحيفة الحياة، شكرا جزيلا لك.